أخلاق. كثير من الناس يتساءل لماذا آثار النبي عليه الصلاة والسلام متواجدة في تركيا؟ لماذا مثلا يقول حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب به؟ لماذا؟ إناء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فخر باشا قام بسرقة جميع أموال المدينة وجميع ما تركه الصحابة وجميع ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقل هذا التراث إلى إسطنبول برحلة قصرية جبرية لأموال وأهالي المدينة النبوية. لهذا تجد أكثر إرث المدينة النبوية متواجد في تركيا، وذلك لسرقة فخر باشا لهذه الكنوز. ثم أمر فخر باشا الجنود الذين معه الأتراك باقتحام المنازل، أخذ الأطفال والنساء والرجال، وضعهم في القطار. ماذا فعل؟ أثناء مشي القطار وصل لبلاد الشام كان يقوم بقذفهم في كل مدينة يصل لها، فيقذف المرأة مثلا في مدينة كذا في بلاد الشام، المدينة التي بعدها في 100 كيلو مثلا يقذف الأب، بعدها يقذف الابن، في سبيل تشتيت العائلة. فهذا مما أدى، وهذا دلالة على كرههم للعرب وكرههم لمن حملوا الجينات العربية بدمائهم، فكان هدفه تشتيت الأسرة العربية وتوزيعهم على بلاد الشام متفرقين مشتتين. فأخذ الكثير، الآلاف من النساء المدينة، أخذ الآلاف من الأطفال، وأخذ الآلاف من الرجال. فأطلق الجنود الأتراك على هذه الحملة سفر بيرلك، بمعنى الترحيل الجماعي. الترحيل الجماعي إلى الآن ومضى عليه 100 عام لم ينسها العرب، لأن قام هذا المجرم بتشتيت الأمة العربية وتشتيت الأسر في الجزيرة العربية. لهذا لا يفتخر بهذا المجرم إلا مجرم مثله، ولا يفتخر بهذا المجرم والطاغية إلا من في دمه جينات خبيثة ضد العرب وضد المسلمين.